عين فلوس وتحت البلاطه، هي دي البلاطه اهي. طبعا تيجي السيدات تستخبى فيه. لو شوف بقى زمان كانوا بيولدوا السيدات ازاي؟ ايه، طلاسم دي ولا ايه؟ بسم الله. من الاماكن المبهره قوي قوي في السيده زينب هو متحف جاير اندرسون او بيت الكتريه. ناس بتقول كده وناس بتقول كده، بس بصراحه المكان مبهر فوق الوصف. تخيل حضرتك انت هتخش 29 غرفة، كل غرفة بتحكي عن ثقافة وحاجات كتير جمعها جاير اندرسون. مين هو ده؟ كان طبيب الملك فاروق، وراجل كان عاشق جمع تحف، وخد البيتين دولت بيتين بيطلوا على جامع احمد بن طولون. وده الطريق ده بيطلعك على يعني اللي هو الجامع على طول، على ممشى الجامع. فطبعا اول حاجه هتلاقي هنا ايدك اليمين، طبعا هنا شباك التذاكر. الدخول ب10 جنيه للمصريين والطلاب ب5 جنيه. طيب اول حاجه بتقابلك هنا هو السبيل. شايف السبيل؟ تعالى بقى نتفرج عليها من جوه عامله ازاي. السبيل ده كان واحد قاعد هنا، المية طبعا بتيجي من نهر النيل تحط في المكان ده. الغرفة اللي تحت دي كبيرة جدا، تمام، بيطلع منها المية بحبل وتتحط للي رايحين جامع أحمد ابن طولون هنا. برضو المتحف ميزته ان هو طبعا زي ما قلت لكم ان هو كبير. ميزته بقى ان هو في كل حته هتلاقي فيه لوحات ارشاديه بتشرح ايه المكان ده. يعني اي غرفه انت هتخشها مش محتاج حد يشرح لك، لان انت مجرد ما تخش هنا يعني هتلاقي مثلا مكتوب هنا القاعه الشتويه. القاعه الشتويه ليه؟ لان المكان مغلق، فطبعا يعني هتلاقيه حر شويه، مش يعني ما فيهوش تيار هواء كبير بخلاف المقعد او القاعه الصيفيه. بصوا القاعه الصيفيه اللي بتطل على مدخل البيت، بصوا حاجة مبهرة جدا. طيب برضو من الحاجات المبهرة داخل المكان هنكمل. ده حرملك البيت. ايه الحرملك ده؟ هو المكان اللي السيدات بتقعد فيه. وطبعا زي ما انتم شايفين الشبابيك يعني الفتحات بتاعتها صغيرة عشان ما تكشفش السيدات اللي قاعدة جوه. كانوا بيحافظوا زمان على سيداتهم ان هم ما يظهروش يعني. كانوا زي ما انتم شايفين السقف بتفاصيله بكل حاجة مبهرة داخل المكان. طيب انا عايز اجي، هتيجي عن طريق المترو السيدة زينب. هتاخد المترو ده المكان اللي هو بتاع الخدم، يعني اللي بيخدموا على سواء بقى في القاعة الشتوية أو القاعة الصيفية أو الحرملك أو اللي هو بيقعد فيها السيدات. وكمان في فوق دور كمان، تمام. ربنا يبارك فيك. ده زي ما قلت لكم المكان دي الغرفة الكتابة بتاعت جاير اندرسون اهو، وصوره بقى وكده. ومن الحاجات اللي انا عرفتها يعني وكانت حلوة بالنسبة لي فكرة المشربية والمشرفية. ايه الفرق ما بينهم؟ دي مشربية جاية من الشرب، فهتلاقي فيها القلة بتتحط كده في تيار هوا عشان تفضل ساقعة. انما المشرفية اللي هي قدام حضراتكم دي عشان لو سيدة مثلا قاعدة عايزة او حد عايز مثلا انت تبص على حد من تحت هتقدر انت تبص عليه. المشرفية جاية من ايه؟ من الشرفة يعني. طيب نخرج. دي غرفة القراءة بتاعته، وزمان كانت كتاب يعني. نطلع للروف. الروف مبهر.
طبعا بيطل على جامع احمد ابن طولون. هنبص بقى احنا كده على جامع احمد، الله على تيار الهواء، جامع احمد بن طولون. ثواني. عليكم ورحمة الله وبركاته. دي الغرفة بتاعت إقامة جاير إندرسون، كان بيحب أو إن هو كان بينام هنا، وده سرير الخاتم بتاعه، ده السرير الحقيقي بتاعه بالمناسبة. ودي بقى كان زمان طبعا عندنا بنقول عين فلوسه تحت البلاطة، هي دي البلاطة اهي، طبعا تقيلة شويتين اهي، كان بيحط الفلوس هنا. طيب هنخش بقى على البيت التاني ونكمل لف في جاير أندرسون. اللهم بارك. ده بقى متحف فيه شوية تحف وآثار مصرية زي ما انتوا شايفين، كتير بقى كتير كتير، تفاصيل كتير قوي يا جماعة. دي طاسة الخضة زمان لو انتوا فاكرين. الراجل طبعا كان عاشق تجميع تحف. غرف بقى في كل حاجة، هتلاقي برضو هنا غرفة اهي مكتوب عليها الغرفة الفرعونية، اللي هي دي معلش اهي، فيها آثار فرعونية. وكمان غرفة دمشقية جاية من دمشق سوريا، هتلاقي فيها آثار سورية. بصوا تفاصيل كتير حلوة في المكان. طبعا المكان كبير كبير، مش هينفع ان هو يتلم كده، لازم انت تيجي بنفسك. الموضوع حقيقي مش مكلف حاجة، الموضوع احنا بنتكلم في 10 جنيه، دي مش فلوس النهاردة. او لو انت حابب ان انت تيجي عن طريق مترو الانفاق، هتنزل وهتاخد توك توك او ميكروباص رايح احمد بن طولون، هيجيبك لحد هنا. ده الحرملك برضو، بصوا عامل ازاي، ده مكان اقامة السيدات، بصوا عامل ازاي. في بقى اسرار كتير يعني، بصوا ده مثلا مكان اهو، بصوا، لا ده كمان بقى مش بس كده اهو، بص اهو، ده كده خلاص. في بقى مكان هنا ده للسيدات تستخبى فيه لو في اي عدوان على البيت. طبعا يعني حاجة مبهرة فوق الوصف. بصوا طبعا الرجالة بتبقى قاعدة هنا اللي هو فين، في القاعة الشتوية، فالسيدات عايزة تسمع الأغاني أو كده فيقدروا إن هم يتفرجوا على الرجالة من المكان ده. حاجة إيه ده، إيه ده، إيه الجمال ده. تفاصيل كتير موجودة في قلب البيت. عايز بقى أنا أنزل عشان ما توهش. البيت فعلا ممكن يتوه يعني، لو حد مش عارف التفاصيل هيتوه، بس طبعا يعني سهل ان هو هيمشي هيلاقي السلالم ينزل او يطلع فهيوصل ان شاء الله. لكن البيت كبير، انت بتتكلم في بيتين ب 29 غرفة، كل غرفة فيها قصة وحكاية ورواية مختلفة عن التانية. طبعا فوق في حاجات كتير كتير قوي، غرف بقى من كل حتة، هتلاقي غرفة هندية، غرفة زي ما قلنا سورية، غرفة مش عارف ايه، هتلاقي الراجل كان بيجمع من كل حتة. طيب تعالوا بقى نشوف غرفة العرايس. بص اهي غرفة دي بقى العروسة كانت بتخش هنا تتجهز بقى، الحاجات بقى الخاصة بيها بقى الشمعدانات، بص طلاسم او حاجات بقى ايه، كانت السيدات حلقان الخلخال بتاع زمان، كل ده موجود هنا. ده اللي هو المشاطات بتاعتهم زي ما انتم شايفين، مكان تحفة. طب غرفة الولادة، شوف بقى زمان كانوا بيولدوا السيدات ازاي. دي كانت مقاعد السيدات كانت تقعد عليها لحظة الولادة، بصوا عاملة ازاي.
ودي الاباريق كانوا يحطوا فيها الميه السخنه عشان ولاده السيدات اهي. بصوا حاجه مش عارف ايه ده، دي طلاسم دي ولا ايه؟ بسم الله. ده بجد اهو، مش عارف انتوا شايفينها ولا لا اهي. برضه هي عروسه، بصوا مش عارف باينه ولا لا اهي اهي، انعكاس الضوء. يعني اللي هو ايه، حاجه لو شفتها ممكن الواحد هنا يخاف. طلاسم فعلا في الولاده، كان في طلاسم. ياه. دي برضه مكان او كراسي، بصوا السيده تقعد هنا عليها اثناء الولاده، والاباريق كلام من هذا القبيل. ولكن الحاجه الغريبه بالنسبه لنا اللي هي الطلاسم والعرايس والحاجات اللي هي غريبه جدا. اللايف او الفيديو كبر مننا جامد. طيب المكان حلو قوي، المكان لازم انت تجي. برضو سمعت ان هم بيعملوا هنا شويه فعاليات كتير قوي، ممكن فعاليات بقى قص ورزق وكلام من ده ورسم وتعليم السيدات الخياطه وكلام كتير، انشطه وفعاليات كتير قوي موجوده هنا. فطبعا يعني تقدر انت تعرف الكلام ده كله منهم. برضو من ضمن الحاجات، بصوا الحديقه الجميله دي هتاخد فيها شويه صور حلوه حلوه حلوه، والقعده الجميله دي في وسط المسطحات الخضراء. سلام.